السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. مرحبا بكم معايا دائما في مطبخنا والديزاد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم مقرود المقله معسل مرمل يذوب في الفم. بزاف 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 بنين وبزاف شباب. غادي اذا تبعتوا معايا الطريقه وكملتوا معايا لا فيديو حتى الاخير وتجربوا الوصفه تعجبكم بزاف. كيما على بالكم مقرود المقله لازم يكون حاضر معنا في حلويات العيد. ما نطولش عليكم وشوفوا معايا طريقه التحضير. اذا اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتبارطاجوا لا فيديو مع الاصدقاء والحباب لتعم الفائده. وما تنساوش ديروا جيم او كومونتير اسفل الفيديو وتعطوني رايكم في الوصفه تاع اليوم. نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه لنجاح الوصفه تاعنا ولا لنجاح المقرود تاع المقله لازم نوعيه السميد لازم تكون مليحه. انا هنا استعملت الخشن نوعيه موله اللي تجي القابسه تاعها حمراء نورمالمون. صراحه عجبني بزاف ودائما نخدم به المقرود. الان راح ندير 3 كيلات تاع السميد. انا كيلت بهذا الفنجال، نتوما تقدروا تكبروا الكيله على حسب الكميه اللي تبغوها. ندير 3 كيلات تاع السميد لازم يكون خشن كيما راكم تشوفوا معايا. الان نضيف ربع ملعقه صغيره ملح ونخلط الملح تاعي مع السميد بهذه الطريقه. ونضيف كيلة تاع السمن لازم تكون دايبه وبارده. الان نخلط السميد والسمن تاعي بهذا الشكل ونبسس مليح السميد تاعي ونخليه يبات ليله كامله عاد باش نخدم. بهذه الطريقه بعد ما بسست السميد تاعي بهذا الشكل نغطيه ونخليه يبات ليله كامله. الان هنا عندي معجون التمر كنت نقيته وقلعت له هذيك العلفه اللي تكون فيه. والان نضيف له ملعقه صغيره تاع السمن. هنا بغيت نوريكم نوعيه السمن اللي نخدم بها مدينه، هي الصراحه النوعيه بزاف شابه. الان ندير ملعقه السمن في التمر تاعي ونضيف له ملعقه صغيره تاع القرفه. هنا اللي تبغي القرفه دير، اللي ما تبغيش القرفه تستغنى عليها. ونخلط السمن مع القرفه مع التمر تاعي بهذا الشكل، نبقى نعجن حتى التمر تاعي يولي طري. كما راكم تشوفوا معايا التمر تاعي راه يابس، لكن كي ندير له السمن ونبقى نعجن فيه بهذه الطريقه دوك تشوفوا القوام تاعها كيفاش يولي طري ويولي ساهل باش نخدموا به. مام يعطينا نتيجه بزاف شابه للمقرود تاعنا. كيما راكم تشوفوا معايا شوفوا المقرود عفوا التمر تاعي كيفاش يولي طري. شوفوا كيفاش يولي شباب وطري. الان راح ندير حرابيش صغار. والان هذا هو السميد تاعي بعد ما خليته بات ليله كامله. السميد كيما راكم تشوفوا معايا شرب كاع هذاك السمن. الان راح نخلط فيه باش نقلع له، راح تلقوه يبس شويه نخلطه فيه بهذا الشكل. هذوك التكتلات كاع نحلوهم بالملعقه ولا بيدينا بهذه الطريقه. والان راح نشمخ السميد تاعي بالماء والماء الزهر. كنت درت نصف ماء والان راح نعمر بالماء الزهر. والان نجيب صحن واحد اخر وندير فيه كميه من السميد باش ما نشمخش كاع السميد، نشمخ غير بشويه ونخدم بهذه الطريقه. ونبدا نشمخ في السميد تاعي، ندير كميه من الماء ولا نرش غير بشويه ونحاول ندخل هذاك الماء في السميد تاعي بهذه الطريقه. يعني عمليه بزاف شابه تساعدكم تخدموا غير بشويه بهذا الشكل.
والان كما راكم تشوفوا معايا نبقى نضيف الماء والماء زهر غير بشويه ونعجن. ما تخافوا من السميد تقولوا يخسر ولا يتعجن ولا نورمال، عجني وديري الماء كيما تبغي، ما راحش يخسر معنا لانه راه شارب السمن، راه داي حقه في السمن وراه مشرب غايه وراه مبسس مليح. لكن حذاري ما لازمش نكثر بزاف الماء ونجريه، كي نجري بزاف السميد تاعي كي نقليه غادي يجيني معجن من الداخل وما يطيبش مليح من الداخل. وتاني كي ما نعطيهش حقه في الماء تاني ينتحل لنا في المقله، لازم نكونوا نصاك ونصاك. الان نحل السميد تاعي بهذه الطريقه بهذا الشكل وندير في وسطه المعجون بهذه الطريقه. نغلق مليح، ما لازمش نخلي الهواء في الداخل بهذه الطريقه. ونحاول نسقم الحربوش تاعي بهذه الطريقه باش ما يجينيش جهه هاوده جهه طالعه، باش تجيني الحبه تاع المقرود تاعي كاع كيف كيف وتجي متحوفه وتجي شاده روحها بهذه الطريقه. الان نجيب الطابع تاعي اللي راح نطبع به، هذا هو الشكل ولا هذا هو اللي متوفر عندي، وراح نطبع عفوا. هنا اذا شفتي الطابع تاعك يلصق لك ما عليك غير ترمديه في الفرينه اذا كان يلصق، ولازم نضغط مليح باش يخرج لنا الشكل تاع الحبه. ولازم نقطع الزوائد قبل ما نقلع المول بهذا الشكل. والان نقلع هاد الزوائد ونلمهم، كي نعاود ندير كميه واحده اخرى تاع السميد ونشمخها نزيد معاه هاد الكميه اللي قلعتها، ما راحش نرميها ولا ما نستعملهاش عادي، نلمها بهذه الطريقه ونعاود نستعملها في المره الجايه. الان نقطع الحبات تاوعي بهذه الطريقه، والان نحاول نسقم الاطراف تاع الحبه تاعي بهذا الشكل ونستفهم في البلاء ونخليهم، لازم نغطيهم باش ما يبسوناش، وحتى نكمل كاع الكميه اللي عندي باش نبدا نقلي. والان بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي بقات لي، ندير سميد في صحن واحد اخر ونبقى نشمخ فيه بالماء والماء زهر حتى نتحصل على عجينه. هنا كيما قلت لكم حذاري ما نكثرش بزاف الماء باش ما نعجنش السميد تاعي، وكي نطيبه يبقى لي خضر من الداخل باسكو تشمخ بزاف، وما نخليش ناشف تاني. كي نخليه ناشف ينتحلي في المقله. لازم تكون عندكم كيما نقولوا حنايا خبره في السميد، لازم كي تشديه بيديك تلمسيه تعرفي بلي ما خاصه الماء ما راه فايت لها الماء. هذه كيما نقولوا بالمداومه، كل خطره تخدمي المقرود تولي عندك خبره فيه. هنا كيما شفتوني زدت هذاك السميد اللي كنت قلعته من الحبات اللي خدمناهم الاولى ونخلط بهذه الطريقه. وكيما درت العمليه الاولى ندير حربوش ندير فيه تمر ونرولي الحربوش تاعي باش يكونوا الحبه تاوعي كاع كيف كيف، ما تجينيش حبه غليظه حبه رقيقه حبه صغيره وحبه كبيره، لازم يجوني كاع كيف كيف بهذه الطريقه. هنا راني نقرب لكم قد ما نقدر الكاميرا للسميد باش تشوفوا كيفاش راه مشرب، وان شاء الله راه يبان لكم. انا دائما نبغي المتتبعات التاوعي نبغيهم كي يجربوا الوصفه من اول مره ينجحوا فيها، ما كانش فوق هاد الهضره. كيما راكم تشوفوا معايا. والان كيما راكم تشوفوا معايا رطلت على السميد عطاتني هاد الكميه. الان راح ندير الزيت تاعي يحمى، لازم نخلي الزيت تاعي يحمى مليح، وراني موجده العسل باش كي نقلي المقرود تاعي مباشره نديره في العسل. هنا لازم ندير كسرونه شويه تكون عاليه باش كي ندير الحبه تاع المقرود تغطس لي في الزيت كيما راكم تشوفوا معايا، ونقليه ونخليه يتحمر لي مليح. هنا راني نشوف اذا طاب ولا مازال. هنا مازال خاصها شويه، راهي دايه هذاك اللون الذهبي، لكن باغي نحمرها شويه. انا نبغي المقرود تاعي يكون طايب. هذه هي الحبه تاعي الاولى طابت، الحبه الثانيه والحبه الثالثه من المقله ديريكت للعسل، ونخليه يتعسل مليح يتشرب. انا المقرود تاعي دائما نعسله 2 خطرات، نعسله دروك
نخليه يتعسل مليح، ونعاود كي نبغي نحطه ولا نقدمه نعاود نعسله. والان كما راكم تشوفوا معايا بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. وهذا هو المقرود تاعي بعد ما قليته. لازم نخليه يتشرب لي مليح العسل، وكيما قلت لكم نعسله 2 مرات، نعسله دروك وكي نبغي نقدمه ثاني نعاود نعسله كيما على بالكم المقرود تاع المقله يشرب العسل. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. مقرود المقله من اروع ما يكون، مرمل معسل يذوب في الفم. وصفه ناجحه 100%، يجي بزاف شباب بزاف بنين. كما شفتوا معايا الطريقه والمراحل، كما شفتوا معايا الوصفه. المقرود تاعي ناجح، ما ينتحل لكم في المقله، ما يغبنكم. كانت الوصفه سهله سريعه التحضير والنتيجه مضمونه كما شفتوا معايا. الشكل تاعه بزاف شبابي شهي، لازم ديروا هذه الوصفه في العيد، لانه مقرود المقله كما نقولوا حنايا سيد المائده، وراح تحمر به الوجه تاعكم. وهذه الوصفه تقدروا تحتاجوها ان شاء الله في عده مناسبات، الاعراس، المناسبات، وتقدروا حتى تخدموا بها كمشروع. هذه الوصفه ناجحه 100%. نقول لكم ان شاء الله تكونوا كملتوا معايا لا فيديو حتى الاخر وسجلتوا الوصفه باش تجربوها. اذا جربتوها ما تنساوش ترسلوا لي تطبيقاتكم عبر صفحتي على الفيسبوك، الانستغرام، ولا الفيسبوك ويزين نوال دي زاد نفس اسم القناة. وإذا أول مرة تزوروا القناة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتبارطاجوا لا فيديو مع الأصدقاء والأحباب لتعم الفائدة. نقولكم تهلوا في رواحكم، إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفات جديدة. السلام.